مساء الفل على الكل، اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشاق الكره اليمنيه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. فاول حلقتنا كده نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم على اخر اخبار المنتخب اليمني للناشئين وايضا المنتخب الشباب. النهارده منتخب الناشئين ان شاء الله بمشيئه الله الساعه 4 عصرا هيلعب مع نادي المكلا على ملعب المكلا، انتوا عارفين اللي هو معسكر في حضرموت. نتمنى له كل التوفيق. منتخب الناشئين طبعا يعني هيسافر الى الاردن خلال الاسبوع الاخير في شهر 8. عارفين بيقع في المجموعه اللي بتضم كل من عمان والسعوديه في بطوله غرب اسيا للناشئين، ومنتخب البطل هذه بطل النسخه الماضيه، وطبعا لازم يلعب بشخصيه البطل. لكن في كلام لازم يتقال. الكل زعلان، يعني ليه النادي، ليه المنتخب الناشئين كل معسكراته وكل المباريات الوديه مع انديه درجه ثانيه ودرجه ثالثه، وانديه برضو مش في المستوى اللي جاهز اللعيبه او اللي نشوف جاهزيه اللعيبه لافضل حال قبل بطوله مهمه زي دي. ليه؟ طبعا يعني او قبل ما نتكلم او قبل ما نقول على المنتخب الناشئين، نبص على منتخباتنا اللي هي المنافسه. السعوديه عملت معسكرات خارجيه في امريكا وفي المانيا، ولعبوا مباريات وديه كبيره جدا، وايضا المنتخب العماني وايضا المنتخب العراقي وايضا المنتخب البحريني وايضا المنتخبات كل المنتخبات اللي هي متواجده في بطوله غرب اسيا. الشيخ احمد صالح العيسى ليه يعني ما يكونش معسكرات خارجيه للمنتخب ده؟ ليه المنتخب ده مظلوم لغايه الان في المعسكرات الداخليه؟ ما بيلعبش مباريات قويه، ما بيلعبش امام منتخبات قويه، مباريات دوليه زي ما يعني المنتخب. عاوز اقول لكم منتخب الناشئين ده هو مصدر السعاده لليمنيين، هو مصدر السعاده للجمهور اليمني. هو المنتخب الوحيد اللي قدر يدخل بطولتين الى اليمن، قدر يفرح المنتخب اليمني او قدر يفرح الشعب اليمني في بطوله غرب اسيا الماضيه، وايضا بطوله غرب اسيا اللي كانت في المملكه العربيه السعوديه. يعني المنتخب اليمني لو اخذ البطوله دي ان شاء الله هيكون اكتر منتخب حصل على هذه البطوله. فين رجال الاعمال؟ فين وزاره الشباب؟ فين الشيخ احمد صالح العيسى؟ ليه ما نهتمش باللعيبه دي؟ ليه ما نهتمش بمعسكرات قويه للعيبه دي؟ ليه ما نخرجهمش بره يعملوا يعني ترفيه للاعب؟ نديله امكانيات، نديله معسكرات قويه، نديله فنادق قويه، نديله ملاعب وتجهيزات افضل من كده بكتير. عارف اللي صراحه اللي في سواء في المكلا وفي حضرموت عامه عاملين شغل كبير ويشكرهم، والمحافظه صراحه عامله شغل كبير لمنتخب الناشئين، بس هم كانوا يستاهلوا افضل من كده بكتير. زي ما قلت لكم هو ده مصدر السعاده للشعب اليمني، هو اللي قدر يفرح الشعب اليمني في السنوات الماضيه. فليه ما نهتمش باللعيبه ديت عشان نكمل فرحتنا؟ شفتوا الفرحه العامره اللي كانت مع منتخب الناشئين لسه العام الماضي من شهور بسيطه؟ شفت اليمن ولفوا اليمن كلها بسعادتهم وفرحوا الشعب اليمن. ليه طيب ما نفضل ما نقفش ورا منتخب الناشئين عشان يقدروا يفرحونا للمره الثالثه؟ لانه بصراحه يستحقهم، وواجب على اي راجل اعمال يمني او وزاره الشباب او الشيخ احمد العيسى اللي هو يساند اللعيبه ديت ويفضل في ظهرهم عشان يقدروا يعني يقدموا لنا بطوله يعني تكون على مستوى عالي زي ما عملوها في البطوله الماضيه. صعدنا من المنتخب الغرب، المنتخب الشباب في غرب اسيا في السعوديه، وطلعنا في مباراه كانت الاسهل امام الكويت، لكن برضه ما كانوش الجاهزيه الافضل لافضل حال لمنتخب الشباب. فنتمنى من الشيخ احمد ووزاره الشباب ورجال الاعمال يقدموا لنا مباريتين دوليتين للمنتخب الشباب، منتخب الناشئين زي ما عملناها مع الشباب عشان يكونوا على افضل جاهزيه. منتخب الناشئين ده لسه لعيبه طالعه لسه للنور، طالعه لسه اول مره تلعب مباريات دوليه، فلازم تتحكي احتكاكات قويه عشان طبعا في البطوله القادمه نستفاد بها واللعيبه تطلع لافضل حال. يعني عندنا 7 لعيبه فقط من المنتخب الماضي، اللي هو اسامه الاصبحي اللي هو حارس، وعمر البكري مدافع، وارمان عبد الله وسط، وعصام السقاف جناح ايسر، واحمد طلال جناح ايمن، وعلي داليو برضه جناح ايسر، ومدين الورد اللي هو مهاجم. 7 لعيبه فقط من المنتخب الماضي اللي هم عندهم الخبره شويه في المباريات الدوليه. نتمنى كل التوفيق، ونتمنى من الاتحاد او الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه تبص للمنتخب الناشئين. النهارده الحمد لله عادل عباس ومحمد فاضل انضموا رسميا لمنتخب الشباب ولعبوا ونزلوا فعلا التمرينه،
وجاهزين ان شاء الله للمنتخب مع منتخب الشباب والسفر الى ان شاء الله الى اندونيسيا طبعا للتصفيات المهمه خلال الشهر المقبل. نتمنى ايضا مباريات وديه لمنتخب الشباب، نتمنى لو ما فيش هنا ولا فيش هنا يلعبوا بعض، يعني يكون احتكاك برضه هو الافضل شويه احسن من الانديه على دماغنا وعلى راسنا، وبرضه بتعمل اللي عليها وانديه كويسه جدا، بس الاحتكاك مع المنتخبات تفرق غير الانديه. الاحتكاك او اللعب مع المنتخبات تفرق كتير جدا عن الانديه. فنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب اليمني. اللاعبين النهارده زي ما قلت لحضراتكم هيكون مباراه النهارده، وهيكون بعد المباراه ان شاء الله هقول لكم كل التفاصيل. شكرا لحضراتكم، شكرا لاخواتي وحبايبي اليمنيين في كل مكان. ما تنسوش دايما تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.